فنان احمد راتب، سلام عليكم الاول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني اول كلمه تتقال مبروك. الله يبارك في حضرتك. اكيد انت فرحان، صوتك باين عليه الفرحه. طبعا فرحان جدا. كنت متوقعه السنه دي الدوري يا استاذ احمد؟ احنا جمهور الاهلي لا نيأس ابدا. وبعدين اسمح لي حي بقى ايمن، واسمح لي حي رامي، ودول اللي بيقولوا ان ال10 سنين الجايين الدوري لينا برضه. ان شاء الله حضرتك ان شاء الله. يعني الشباب ده هو بقى اللي ايه، يعني ادانا امل في السنين اللي جايه كلها ان شاء الله. بس حضرتك بصراحه كنت متوقع ان حضرتك كنا ناخد الدوري السنه دي؟ هقول لك ليه. اتفضل. هو الاهلي بطل اصلا. يعني ايه بطل؟ وهو الوحيد اللي بطل ومحدش عارف يبقى بطل غيره. تمام. يعني احنا لو احنا بصينا لجدول البطولات هنلاقي الاهلي يعني الله اكبر 36 بطوله. تمام. يليه الزمالك 11، الاسماعيلي 3، ثم هنلاقي غزل المحله مره، المقاولين مره، الترسانه مره، الاولمبي مره. يعني يعني نوادي يعني ما بقتش موجوده حتى، يعني ما بنسمعش عنها يعني، ولانها طبعا كان ليها تاريخ عظيم يعني، بالذات الترسانه طبعا اللي الواحد نفسه يعني يشوفها تاني وترجع لعصرها الذهبي، لانها كانت اثراء للكره المصريه يعني. انما انا عايز اقول ليه بقى النادي الاهلي نادي بطوله وغيره لا. النادي الاهلي لا ينتشي بالنصر ولا ينكسر بالهزيمه. الو؟ حضرتك استاذ احمد اتفضل. هو يعني سواء لعيبه، سواء جمهور، سواء مجلس اداره، جهاز تدريب، المنظومه كلها لا تنتشي بالنصر ولا تنكسر بالهزيمه. فما يفرقش، احنا النادي الاهلي بيبص لقدام على طول. تخلص المباراه يبقى باصص للي بعدها، ملوش علاقه ايه اللي حواليه وايه الدنيا ماشيه ازاي وايه كده. والشيء العظيم اللي مخلي الاهلي فوق ان جمهور الاهلي على نفس التردد بلغه الفضائيات، على نفس التردد بتاع الفريق وبتاع مجلس الاداره وبتاع جهاز التدريب. جمهور الاهلي ماشي مع الفريق بنفس التردد. بنشوف امثله عمرنا ما شفناها في اي حاجه تانية. بنشوف في ماتش سموحه والاهلي مغلوب 2 وبتحسب عليه ضربه جزاء. كانت حاجه غريبه جدا يا استاذ احمد. الجمهور فعلا يوم الماتش ده كانت حاجه غريبه جدا، يعني الفرقه ما كانتش بتأدي حلو ومغلوبه 2-0 والجمهور مش معقول يعني. والله مش غريب على الاهلي يعني. اولا كان مغلوب 1 ثم احتسبت ضربه جزاء. لا جمهور زعل ولا لعيبه اعترضت ولا ده اللي بيدل على ان الاهلي قلعه الاخلاق. صح. ولا حد قال حاجه. والوقت اللي فاضل كان 10 دقائق او 13 دقيقه مظبوط، وفي 14 دقيقه تمكنوا من انهم يتعادلوا. هو ده النادي الاهلي، والجمهور ولا كأن في حاجه ولا كأن الاهلي مغلوب. وبعدين تشوف بقى النوادي الثانيه، واخد بال حضرتك، كل واحد فاهم في نفسه، كل نادي فاكر في نفسه سلطان. ما نحسبها يا جماعه، ما نحسبها. اللي خد الدوري مره واللي خدوا 3 واللي ما خدوش خالص، كل دول نهار ما يتغلب يكسروا المدرجات، عايزين يقتلوا مجلس الاداره، يشيلوا جهاز التدريب، يشتموا في اللعيبه. طب انتوا عايزين تاخدوا بطوله ازاي؟ وانتوا فاكرين نفسكم كبار ازاي؟ مفيش كبير في الكوره غير الاهلي. طب استاذ احمد اسالك سؤال مهم جدا ان انا اسمع اجابته من حضرتك. انت واضح ان انت اهلاوي التراس يعني، مش اهلاوي طبيعي يعني. عوده مستر جوزيه مره ثانيه هي اللي خلت الجمهور هو عنده امل كبير في البطوله؟ لا، ما احنا كنا بنشوف ده برضه في وقت في المرحله الانتقاليه اللي قادها بمنتهى العقل والرزانه كابتن زيزو، كابتن عبد العزيز عبد الشافي طبعا. تمام. وله كل الشكر وكل العرفان، وضرب مثل عظيم بالرجل المصري الاصيل اللي هو النادي في مرحله انتقاليه على ما يجيبوا مدرب احد ابنائه تولى المهمه وهو عارف انه هيمشي بعدها وعلى الرحب والسعه. ده شيء بقول لك مثال. الاهلي بيدي امثله كبيره قوي للرياضه، وبيدي امثله للشباب المصري يبقى ازاي ينتمي ازاي ويشتغل ازاي. استاذ احمد، في الفتره دي برضه ما كانش فيه اعتراض من الجمهور. استاذ احمد، وفي فتره الكابتن حسام برضه ما كانش فيه. استاذ احمد، الجمهور. استاذ ايوه احمد حبيبي.